الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالذي يدعو إلى الخروج ولا يخرج هو والخارج سواء، حذو النعل بالنعل، وهذا هو الذي تقتضيه النصوص الشرعية. بل إن الناس لا يخرجون على أمرائهم إلا بتحريض من دعاتهم الذين يستغلون المنابر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإفساد الشعوب على حكامها. ثم إذا أريقت الدماء انفلتت الأمور وانتشرت الشرور، ولذلك سمى العلماء المحرضين على الخروج خوارج، سماهم العلماء عند التحريض خوارج، وإن لم يخرجوا يوما من دهره، وهم الذين تسميهم كتب التاريخ والفرق القعدية. قال ابن حجر رحمه الله: وهو يعد فرق الخوارج والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. ذكر ذلك في هدي الساري، وهو في الأساس. فالقعدية من الخوارج الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون الخروج بأنفسهم، كالذين يقاتلون ويجاهدون اليوم عن طريق لوحة المفاتيح وعن طريق مواقع التواصل والقنوات الفضائية. هؤلاء من الخوارج القعدة. المحرض على الخروج قد يكون أخبث من المباشر للخروج، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج. المحرضون على الخروج والتظاهر والثورة وغير ذلك، هؤلاء أخبث من الخارجين أنفسهم. قعد الخوارج أخبث من الخوارج. وهذا مثال يبين لك الفرق بين كلام الراسخين في العلم الذين ينطلقون من نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف والتشبع بقواعد الشريعة، لا يتشبعون بما لم يعطوا، كما وصف ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبين لك الفرق بين كلام هؤلاء وكلام الأصاغر الذين تؤزهم العواطف وتدفعهم الحماسة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: بل العجيب أنه وجه الطعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له اعدل، قيل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، كما في الصحيحين وغيره. من ضئضئ هذا يعني من مثله أو من عقبه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. فكيف بتحزيب الأحزاب وتكوين الفرق وإنشاء الجماعات؟ تكوين الجماعات في ديار الإسلام هو عين الخروج على الحكام، والخروج على الحكام منهي عنه في منهج أهل السنة والجماعة. ولكن في مناهج أهل البدع الأمر مبذول، ومن أراد أن يكون مبتدعا فماذا نملك له؟ هو شأنه، فليفعل الله تعالى به ما يشاء. إن أراد أن يضله على علم أضله، وإن أراد أن يهديه من بعد ضلالته هداه إلى الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله: هذا يعني الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا قال ما أخذ السيف ولا رفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنكر عليه. فما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف، فمراد أهل السنة بذلك الخروج النهائي الأكبر،
كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون الزنا باليد وبالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا على الحقيقة هو زنا الفرج. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولكن مع ذلك قال: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. قال الشيخ رحمه الله: فهذه العبارة يعني قولهم إن الخروج على ولي الأمر إنما يكون بالسيف، هذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم منها، أن هذا هو الخروج النهائي الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الزنا: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، مع قوله: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان. نحن نعلم علم اليقين من مقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا أسلحتهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن تكون هناك أشياء تثيرهم، وأعظمها الكلام، فيكون الخروج على الآئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع، وليس من منهج أهل السنة ولا من مذهب أهل السنة أن يخرج عليهم ولو بالكلام. من وقع فيه فهو مبتدع، يعني من خرج عليهم بالكلام بالاعتراض والتشنيع وغير ذلك فهذا مبتدع، هذا خارجي. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. يتشبث المبتدعة من الخوارج القاعدة بهذا الحديث الشريف، ومع ذلك فالاستشهاد به ليس في محله ولا هو منزل على الحال في حقيقة الأمر، لأنهم يغفلون قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اذهب إليه، قل له إن شئت، إن أردت أن تكون آخذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على حق وبحق عند سلطان جائر. أما في أوساط المسلمين المساكين الذين لا يملكون شرو نقير، الذين لا يملكون خرقة تستر العورة ولا كسرة تسد الجوعة، هؤلاء المساكين ليس لهم من قيمة في المنتهى عند الخروج إلا الأصوات في صناديق الانتخاب أو في تحريك القاعدة الشعبية بالثورة الشعبية لإحداث الخلل والفوضى من أجل إسقاط الأنظمة، ثم ليعيث القوم في الأرض فسادا بعد ذلك. وأما حطب المحرقة فهم هؤلاء المساكين، لا يتحصلون بعد ذلك إلا على قبضة من تراب أو قبضة من ذباب، لا يتحصلون على شيء. فنسأل الله أن يهدينا جميعا للحق وللصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.